لما نتكلم دايما على الحلويات أول حاجة بتيجي في بالنا هي البسبوسة. البسبوسة من الوصفات أو من الحلويات اللي أغلبنا 90% مننا يعني بيدور ليها على وصفة مظبوطة علشان يعملها في البيت. وأغلب الوصفات ما بتكونش مظبوطة أو ما بتوصلناش للطعم الأصلي اللي احنا بناكله من المحلات أو المصانع الكبيرة. فبعد ما جربت وصفات كتير ومقادير كتير وطرق كتيرة جدا ما كانتش أظبط حاجة أو ما كانتش بتوصلني للطعم اللي أنا عاوزاه اللي بجيبه من بره من الأماكن المعروفة. فقررت إن أنا أعمل مقادير بسبوسة وتكون بتاعتي أنا وبطريقتي أنا، ومن إن شاء الله يعني مش هتشوفوها في أي فيديو تاني. فيلا نصلي على رسولنا الكريم وندخل نشوف الفيديو بتاعنا ده هيتعمل إزاي. هعملها لكم بطريقة إن شاء الله ناجحة جدا. هبدأ بالشربات بتاع البسبوسة علشان البسبوسة بتاخد شربات دافي مايل على السخونية، ولا بارد ولا بيغلي. تمام. هقول لكم المقادير بالكوباية وهقولها كمان بالجرام، ولكن الأفضل لو انت عندك ميزان تقدري تشتغلي على الميزان وتوزني المقادير بتاعتك كلها عليه علشان تطلع معاكي ناجحة 100%. تمام. معايا هنا 250 جرام من السكر، يعني كوباية كبيرة من كوباية المية الطويلة دي أو من كوباية العصير. ديت الكوباية الوحيدة اللي هتديكي نفس المقادير بتاعة الميزان. تمام. يبقى حطينا 250 جرام من السكر، هحط عليهم 500 ملي من المية. 500 ملي يعني كوبايتين كبار من نفس كوباية السكر. خلينا نشتغل بالكوباية تكون كلها نفس الكوباية يعني بكل المقادير. تمام. معايا هنا 180 جرام من عسل الجلوكوز، يعني نص كوباية. مش هنقدر نتخطى الخطوة بتاعت عسل الجلوكوز علشان عسل الجلوكوز هو اللي بيخلي شربات البسبوسة ناجح، وهو اللي بيخلي البسبوسة بعد كده ما تسكرش منك وبتطلع مرملة ومظبوطة 100%. هديهم تقليبة سريعة كده مع بعض لحد ما احس ان السكر بدأ يدوب، وبعدين هرفعه على النار، هحطه على نار عالية لحد ما يغلي بالشكل ده. اول ما بدأ ان هو يغلي معايا كده ههدي عليه النار وهخليه لمدة 5 دقايق بالظبط، يعني من 5 ل6 دقايق كده هتلاقيه بدأ يبقى معاكي بالشكل ده. بعد ما بقى معاكي بالشكل ده هديله معلقة من السمنة البلدي او اي سمنة انت بتستخدميها وهطفي عليه على طول. يبقى كده خلاص معنا الشربات. نيجي بقى لخطوة الفرن. انا شغلت الفرن بتاعي من الارضية بس على درجة حرارة 180، درجة حرارة متوسطة. الشبكة موجودة في النص، وهسيب الفرن بتاعي يسخن عشان البسبوسة بتدخل على فرن سابق التسخين. نيجي بقى لمقادير البسبوسه. معايا هنا نص كيلو من السميد، انا سايبه زي ما هو في الكيس كده علشان تعرفوا ان هو نص كيلو بالظبط. ده انا جايبه من عند العطار عادي جدا، سايب مش مغلف ولا اي حاجه. تقولي له عايزه نص كيلو اللي هم 500 جرام. تمام كده. ومعايا السكر 300 جرام من السكر. 300 جرام دول بيكونوا كوبايه كبيره مليانه ومعلقتين، يعني كوبايه بالشكل ده. اهم حاجه زي ما قلت لكم الخطوه المهمه انك تقيسي المقادير بتاعتك كلها بنفس الكوبايه، وتكون الكوبايه الكبيره دي عشان لو المج الصغير مش هيكون نفس المقادير اللي احنا بنشتغل بيها خالص. يبقى كوبايه ومعلقتين من معلقه الاكل دي اللي انتوا شايفينها قدامكم. دول كده هيطلعوا معاكي بالظبط 300 جرام. وزي ما قلت لك لو عندك ميزان تقدري تشتغلي عليه افضل. معايا هنا 225 ملي من اللبن، يعني كوباية إلا 3 معالق. كوباية وتشيلي منهم 3 معالق كبار برضو من معلقة الأكل. هيديكي هنا 225 ملي. تمام. طب ايه الفرق ما بين الملي والجرام؟ الملي للمواد السائلة والجرام للمواد الجافة، ولكن الاتنين على الميزان هيدوكي نفس الوزن. هحط اللبن بتاعي بقى يسخن علشان احنا عايزين اللبن يكون دافي، مش سخن ومش بارد. تمام. يكون دافي وبس كده. ومعايا هنا نص كوباية من السمنة، يعني 135 جرام من السمنة. الأفضل طبعا إنك تستخدمي سمنة بلدي، ولكن لو ما عندكيش سمنة بلدي تقدري تستخدمي أي نوع سمنة أنت بتتقبلي طعمها، ولكن ما ينفعش زبدة وما ينفعش زيت، نستخدم سمنة فقط. حطيت بقى هنا في البولة بتاعتي السمنة على السكر، وهبدأ ان انا ادوبهم بالشكل ده بصوابعي كده لحد ما تحس ان السكر داب جوه السمنة وبدأ لونه يفتح كده بالشكل اللي انت شايفاه. الخطوة دي بتاخد معاكي حوالي دقيقة او نص كده. تفضلي تقلبي تقليب مستمر، مش بمضرب مش بأي حاجة، بإيدك بس.
علشان دي افضل نتيجة هتطلع معاكي لحد ما يبقى الخليط معاكي بالشكل ده. شايفين الخليط؟ تحسيه ارتفع كده شوية ولونه بدأ يكون فاتح. هضيف عليهم ال 500 جرام اللي هم نص كيلو من سميد البسبوسة. وهنا دي بقى الخطوة اللي بنسميها ان احنا نبس البسبوسة. تمام. تبدأي تشربي سميد البسبوسة كل الخليط اللي احنا عملناه من السمنة والسكر. السمنة بتاعتك لازم تكون سايحة، يعني مش شرط تكون دافية، هي بس تكون سايحة، مش تكون متجمدة، علشان تدوب كويس مع السكر. تمام. بعد ما شربنا السميد بتاعنا كويس قوي من الخليط اللي احنا عملناه من السمنة والسكر، هضيف اللبن الدافي. اللبن بتاعي يكون دافي زي المية اللي احنا بنعمل بيها العجينة لما بتكون دافية كده، عارفينها؟ هو اللبن احنا عايزينه كده. هضيف بقى اللبن بتاعي، وخطوة سريعة جدا لازم تعمليها، انك يا دوبك البسبوسة بتاعتك تتشرب اللبن فقط. احنا هنا مش هنعجن، مش هنطول في الخطوة دي، احنا يا دوب نشرب البسبوسة اللبن وبس كده. هتبقى بالشكل ده معانا، الخليط بتاعها خفيف شوية، مش خليط تقيل. معايا هنا بقى الصواني اللي انا هشتغل فيها. الخليط اللي احنا عملناه ده هيكون على قد صينية مقاس 34. انا ما عنديش صينية مقاس 34، فبستخدم الصينيتين اللي انا هقول لكم عليهم، والمقدار بيطلع مظبوط بالظبط عليهم. معايا صينية مقاس 30 وصينية مقاس 20. بحط الخليط على الصينيتين دول بيطلع مظبوط بالظبط. البسبوسة ما ينفعش تتحط في صينية تكون مقاسها صغير، المقدار اللي احنا عاملينه ده، علشان احنا مش بناكل كيكة يا جماعة، احنا بناكل بسبوسة. والبسبوسة من الحاجات الرقيقة، يعني اللي بتبقى السمك بتاعها مش عالي، علشان كمان تديكي لون من جوه حلو ومن بره حلو، لازم يكون السمك بتاعها مظبوط. فعلشان كده الخليط ده انا بحطه على صينية مقاس 30 ومقاس 20. ولكن لو عندك صينية كبيرة زي ما قلنا، يبقى الخليط كله هيتحط فيها. لما بتحطي الخليط كده في الصينية بتفرديه كويس جدا، وبعد ما بتفرديه بقى بتخبطي الصينية بتاعتك على الرخامة بالشكل ده، علشان الخليط كله يطلع متساوي، وهي عشان القوام بتاعها متوسط، مش تقيل ومش خفيف، فبتتساوى معاكي على طول. من التركات المهمة بقى اللي هنعملها في البسبوسة، هسيح معلقتين سمنة كبار، وهاخدهم بقى اغطي بيهم وش البسبوسة بس بايدي بالشكل ده. مفيش معلقة ولا اي حاجة ولا سباتيولا ولا اي حاجة هتنفع في الخطوة دي، لازم تاخديها بايدك كده وكأنك بتطبطبي على البسبوسة من فوق، وبعد كده تخبطيها خبطتين كويسين كده على الرخامة، هتلاقيها اتساوت معاكي وبقت كلها متساوية. طب ليه بنعمل كده؟ علشان السمنة اللي احنا بنحطها من فوق دي بتخلي لون البسبوسة حلو جدا، وكمان مش بتنشف الوش بتاعها. فاحنا نعمل الخطوة دي ونمشي على كل الخطوات عشان تطلع معانا بسبوسة ناجحة. هدخل بقى البسبوسة على طول الفرن. زي ما قلت لكم احنا مشغلين الفرن من تحت بس على درجة حرارة 180. الرف اللي في النص هقفل عليها، مش هفتح عليها قبل 35 دقيقة. بعد 35 دقيقة بالظبط فتحت عليها، لقيتها اخدت لون من الارضية ومن الجناب. شغلت عليها الشواية على اوطى درجة حرارة، يعني اقل درجة حرارة عندك تشغلي الشواية عليها، وبعد كده تاخد لون حلو وتطلعيها. هتبقى معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، خطيرة. بس اول ما تشغلي عليها الشواية راقبيها علشان ما تغمقش منك. هتطلع سخنة جدا من الفرن. هديها الشربات الدافي مايل على السخونية. اول ما تلاقي البسبوسة بتاعتك بتشرب على طول الشربات، تعرفي ان هي ناجحة معاكي 100%، فيهاش اي حاجة. فالمقدار بتاع الشربات بتاعنا ده مظبوط بالظبط على الصينيتين. لو عملتي مقاس الصينية اللي هي مقاس 34، هتلاقي برضو نفس الكمية اللي انت عملتيها للشربات مظبوطة على نفس الصينية الكبيرة. يعني هتشربي الصينية الكبيرة بالمقدار كله بتاع الشربات. تمام. ولكن ما عندكيش، هتقسمي البسبوسة على صينيتين زي ما انا عملت كده، وهتقسمي عليهم الشربات بتاعك. انا هنا طلعت قطعة، انا ما استنيتش، خلي بالكم لما هي تبرد، ولكن المفروض نسيبها لما تبرد خالص، هتطلع معاكي كمان متماسكة اكتر من كده. فانا كنت عايزة اكلها دافية بصراحة فطلعت قطعة كده وحطيت عليها قشطة بقى من فوق، عشان انا بحب القشطة قوي عليها او الكريمة. وحطيت شوية من المكسرات كده المفرومة. طبعا لو انت عايزة تعملي
البسبوسه بتاعتك بالمكسرات قبل ما تدخليها الفرن، بعد ما تسويها في الصينيه وبعد ما تحطي السمنه اللي احنا حطيناها فوق الوش، هتوزعي عليها اي مكسرات انت عايزاها سواء سوداني او لوز او بندق. شايفين هنا بقى الترميله بتاعت البسبوسه، عايزه اقول لكم مرمله جدا، طعمها خطير. شايفين السمك بتاعها حلو جدا، مش عالي ومش رقيقه قوي، يعني مظبوطه بالملي. اعملوها بنفس الخطوات وامشوا بنفس المقادير. اهم حاجه زي ما قلتلك، عندك ميزان اشتغلي عليه، ما عندكش ميزان اشتغلي بنفس مقدار الكوبايات اللي احنا عملناها عشان تطلع معاكي مظبوطه وناجحه. اتمنى يكون النهارده الفيديو عجبكم، وهستناكم تجربوها وتقولي لي رايكم. وكمان لو عندك ضيوف هتبقى من افضل الاطباق اللي انت تقدري تقدميها، واي ضيف عندك هتشرفك جدا اكيد. فاستناكم تجربوها، وكنت معاكم نور، وباي باي.